عملية التبريد بشكل عام هي مش تبريد اصلا بالمعنى الحرفي، بدون الدخول في تفاصيل معقدة ممكن بعدين نبقى نعمل لها حلقة لو تحبوا. بس باختصار هي عملية تشتيت للحرارة. انا بضحك على الحرارة، بوديها على انابيب وقطع ألمونيوم ونحاس وحاجات كتيرة كده لغاية لما الحرارة تبقى مش فاهمة تروح فين، وبالتالي كثافتها هتقل وسط كل الدوشة دي. هوبا المراوح تستلمها وتعمل شفط وتهوية، وبالتالي انا وزعت كثافة وضغط الحرارة وشديته من المعالج لجسم الكولر بتاعي نفسه، واستفردت بيه انا فوق بقى مع الانابيب والمراوح وكل الليلة الحلوة دي. عشان كده وبالنسبة لسؤال انهي كولر احسن، المائي ولا الهوائي، فده اجابته مفيش افضلية لاي نوع كولر على التاني كتقنية تبريد. الافضلية بتبقى للكولر صاحب انابيب التبريد والخامات والمراوح الافضل، مائي بقى هوائي بتنجاني مش بيفرق اطلاقا، المهم العناصر المكونة ليه ايه، بالاضافة طبعا لنوع المعجون الحراري اللي بيشكل حلقة وصل مهمة جدا ما بين المعالج والمشتت نفسه، ولازم المعجون يكون من نوع ومكونات محترمة. النهاردة هنعمل ريفيو للكولر الأشهر في الفئة الاقتصادية من شركة نوكتوا. معانا U12S Redux.
دي خالص للألمونيوم. المروحة نفسها لونها رمادي فاتح والريش بتاعتها رمادي غامق. بالنسبة للدعم كل اللي مكتوب في الصورة مدعوم، وعشان اقولك اللي يهمك بالاكتر من انتل هتلاقي جيل 8 و9 و10 و11 و12، وسوكت الرايزن AM4 شغال معاك بالكامل. الكولر فيه 4 انابيب تبريد نحاس مطلية بالنيكل متوزعين بشكل هندسي اشبه بحرف اليو، وده بيسمح بتدفق الحرارة بشكل انسيابي اكتر. المروحة حجمها 120 مللي، الناحية التانية من المشتت ممكن تضيف فيها مروحة تانية لو عايز. معدل دوران المروحة من 450 ل 1700 RPM، كمان معدل الضوضاء ماكسيموم 25 dB. ملهاش صوت مزعج اطلاقا، الطبيعي خالص لأي مروحة عادية. على اطراف المروحة هتلاقي 4 كاوتشات زي كل مراوح نوكتو اسمهم انتي فايبريشن بادز، ودول هنا لمنع الاهتزاز واحتكاك المروحة بجسم المشتت. نقطة ما حبيتهاش ان الكولر مش بيجي معاه انبوبة معجون، الثيرمال بيست اوريدي محطوط على المشتت على طريقة المراوح الستوك اللي بتيجي مع المعالج، وده طبعا لتوفير كل التكاليف الممكنة. وزن المشتت شامل المروحة 710 جرام تقريبا. سعر الكولر $50، يعني بالكتير قوي حوالي 1000 جنيه بالمصري. كالعادة في كل مشتتات نوكتو هنلاقي معانا الضمان لمدة 6 سنين. معالج رايزن 7 3700X وتردد أساسي 3.6 جيجا هرتز. في وضع الخمول الحرارة وصلت ل 50 درجة، ومع أقصى ضغط وصلت ل 65 درجة تقريبا. مع تفعيل التربو بوست وتردد 4.4 جيجا هرتز في وضع الخمول وصلت الحرارة ل 60 درجة، ومع أقصى ضغط وصلت ل 77 درجة تقريبا. بالفئة السعرية دي ومع أداء زي اللي شفناه في الريفيو بتاعنا، الكولر ده يعتبر صفقة ممتازة جدا، ويستحق انك ترشحه من اول 3 مشتتات يكونوا في بالك لو بتدور على حاجة كويسة لمعالجات ال6 كور سواء AMD او انتل. كمان بدايات المعالجات ال8 كور تحت ال100 واط هيسد معاك زي ما وضحنا في تجربتنا كده. بس لو الجو حر شوية والمعالج بتاعك استهلاك الكهرباء بتاعه عالي وانت كمان بتفعل التربو بوست، مش هيكون كفاءة قوي في ال8 كور، فزود شوية وهاتلك حاجة افضل. لكن لغاية ال6 كور هو شغال زي الفل معاك. التقييم ده يعتبر رأي واجتهاد شخصي ناتج عن تجربة فعلية عملناها معاكم خطوة بخطوة. اي حد مش عاجبه الكلام على راسي طبعا، ويقدر يعتبر الريفيو من وحي الخيال ولا يمت للواقع بأي صلة. لو قدرت افيدك بأي معلومة اعمل لايك وسبسكرايب، وما تنساش تدعيلي، واشوفكم على خير قريب بإذن الله. مع السلامة.